يلا ندوق بقى السندوتشات الخطيرة اللي انا عملتها دي باستثناء كل الاحداث اللي حصلت لي. بس تعالوا يلا ندوقها كده ونشوف هتبقى حلوة ولا لا. هلو، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفات اكل جديده من الانترنت. وهنبدا باول وصفه دلوقتي مع بعض. جبت توست وضغطت عليه بالبرطمان صغير كده، اي حاجه بس اعمل فيها كده عمق. ودهنت مايونيز. وبعد كده هحط البيضه زي ما هي، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وكمان موتزاريلا كتير بقى على الاطراف. وبعدين حطيت جبنه رومي، ما كانش عندي جبنه رومي مبشوره، وحطيت قطع عادي جدا يا جماعه. وهنزل عليها بالزعتر. وده كان شكلها. ودلوقتي هحطها في الصينيه بتاعه الاير فراير. وطبعا في غلطه هنا عملتها، ان انا حطيت ورق فويل على الصينيه بتاعه الاير فراير. بعد كده وانا بطلعها للاسف كانت لازقه جدا جدا في التوست. تاني وصفة بقى هنبتدي فيها. جبت برضو شريحة توست وضغطت عليه عشان اعمل عمق. وهنا حضرت زبدة وتوم مهروس، سيحتهم في الفرن. ودهنت التوست بالثوم والزبدة كتير كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بالبيضة برضو زي ما هي، مش هقلبها ولا اي حاجة. وهحط ملح وفلفل. بعد كده حطيت شرايح شيدر، جبنة شيدر، وغرقتها بالجبنة الموتزاريلا. واخر حاجة الزعتر. يلا نعمل تالت وصفة مع بعض. شريحة توست برضو، وكمان هدهنها دلوقتي بالزبدة والثوم، سيحتهم طبعا في الفرن ودهنتها على التوست. ونزلت بعد كده بمعلقة كبيرة من هريسة الشطة، اللي هو بيبقى فلفل احمر مهروس. دهنت الهريسة الشطة كويس جدا. بعد كده نزلت بشرايح الجبنة الشيدر، وبعدين شرايح الجبنة الرومي. وبعد كده دهنت الطبقة التانية من التوست بالمايونيز، وحطيت عليها الزعتر. وقفلت قطعة التوست على القطعة اللي تحت. ومن فوق حطيت جبنة موتزاريلا كتير وشوية زعتر برضو. ده كان شكلها. وبرضو هنقلها في صينية الاير فراير، للأسف اللي انا مش هستخدمه في اخر الفيديو. رابع وصفة معانا. جبت برضو شريحة توست وعملت لها عمق، ودهنتها بالصلصة، معلقة صلصة. بعد كده معلقة مايونيز. وبعد كده هنزل بالبيضة، وزي ما انتم شايفين وقعت مني كده قطعة من القشر، فشلتها برضو بالقشر. دي الهاك بتاعة كسر البيض يا جماعة، لو بيقع منكم قشر بيض. بعد كده نزلت بالجبنة الشيدر برضو شرايح. لو عندك برضو اللي هي المفرومة او المبشورة عادي بتبقى احسن واسهل. وبعد كده حطيت كمان جبنة رومي، وقفلت التوست كمان، عملت له طبقة تانية. وكمان دهنت برضو صلصة من الوش، وحطيت زعتر، وكمان الجبنة الموتزاريلا اللي اساسي في كل الوصفات يا جماعة. وخلاص كده دي رابع وصفة معانا، وجهزتهم في صينية الاير فراير. وهنا كانت يعني الاحداث اللي حصلت لي ان النور قطع، وما شغلتش، ما عرفتش اشغل طبعا الاير فراير، واضطريت ادخله في الفرن الغاز. والمفروض ان هما ما كانوش يتعرضوا لحرارة نار قوية كده. فزي ما انتم شايفين يعني يعتبر اتلسعت شوية من فوق عشان استخدمت كمان الشواية والفرن من تحت، فاتلسعت مني شوية. فعادي يا جماعة يعني عدوها. المهم ان في تاني غلطة، ان انا كنت حطاهم على ورق فويل على اساس ان البيض وكده ما ينزلش في الصينية بقى ويبوظ الاير فراير. فللاسف يعني كان لازق جدا في الفويل، فدي غلطة مش هعملها تاني. ويلا دلوقتي زي ما انتم شايفين شكلها حلو جدا، وانا كنت جعانة جدا عشان ده كان وقت فطار. ويلا نجرب مع بعض. يلا ندوق بقى السندوتشات الخطيرة اللي انا عملتها دي باستثناء كل الاحداث اللي حصلت لي. بس تعالوا يلا ندوقها كده ونشوف هتبقى حلوة ولا لا.
اتحرقت شويه بس عادي عادي هنعديها. تعالوا ندوق اول ساندوتش معانا. ده اللي فيه بيض وموتزاريلا ومايونيز وشيدر وزعتر. يلا ندوق. دي حلوه، البيض مستوي قوي، الجبنه مع البيض مع الزعتر. المايونيز مش باين، يعني مش عارفه المايونيز راح فين، بس هو المايونيز مش باين. بس دي طريقه سيمبل قوي، طعمها بسيط خالص والبيض استوى زي ما انتم شايفين. انا كنت حاطه البيضه زي ما هي نيه، البيض استوى والجبنه سايحت. ده هقيمه 8 من 10. حاساه سندوتش عادي ما فيهوش انبهار يعني. ندوق اللي بعده. اللي بعده زي ما انتم شايفين بيض وتوم وزبده وكمان شيدر والموتزاريلا والزعتر. تعالوا ندوق. انا متحمسه جدا ادوق اللي بالثوم ده يا جماعه. تعالوا ندوق. حلو، التوم مديله نكهه كده خطيره بصراحه، حلوه قوي قوي نكهه التوم. ده سندوتش مختلف، التوم والبيض والجبن مع بعض حلوه قوي طبعا، والزبده قرمشه التوست خليته خطير. الوصفه دي هديها 9.5 من 10. جربوها، اللي هي فيها زبده وتوم وميكس الجبن والبيضه كده، واو. تعالوا ندخل على اللي بعده. بصوا بقى ساحت وكنت قطع شكلها واو يعني. دي اللي فيها هريسه الشطه والجبن والبيض وكمان مايونيز والزعتر. تعالوا ندوق. واو، دي برضو هريسه الشطه، واو. باستثناء يا جماعه ان انا نشفتها في الفرن ورقت شويه من فوق عشان والله النور قاطع. يلا، خطيره دي، عجبتني قوي. السبايسي اللي فيها مع طعم الفلفل حلوه قوي، مديها برضو طعم جديد. عجبتني جدا جدا. شايفين الجبن من كل حته حلوه قوي. اللي بهريسه الشطه دي شطه وجبن وميكس الجبن وكمان الزعتر. حطيت كل الجبن، شيدر ورومي وموتزاريلا وطبعا الزعتر. واو، خطيره خطيره. احلى كمان من اللي هي بتبقى صلصه البيتزا وكده. بس جربوا اللي هي بهريسه الشطه وميكس الجبن، واو. 9.5 من 10. ندوق اخر واحده. دي اللي فيها صلصه ومايونيز وبيض وجبنه شيدر وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا وزعتر. على فكره اللي فيها هريسه الشطه فيها توم، يعني هي معاها توم، زبده وتوم وهريسه الشطه وميكس الجبن. تعالوا ندوقها. دي ما عجبتنيش بصراحه، هي طعمها اقرب للبيتزا بس مش عارفه، مش واو ليه، مش عارفه، مش بصوا البيض يا جماعه مستوي اكنه مسلوق. دي اقل واحده اللي هي فيها الصلصه والمايونيز والجبن والبيض. مش عارفه، حاساها قريبه من البيتزا بس البيتزا احلى منها، فدي هديها 6 من 10. احلى واحده هي اللي فيها هريسه الشطه والثوم والزبده والميكس الجبن. وتاني واحده اللي هي فيها الثوم وزبده وبيض والميكس الجبن. تالت واحده اللي هي العاديه خالص اللي هي ميكس الجبن والبيض والمايونيز. اخر واحده خالص اللي ما عجبتنيش يعني نص نص، اللي هي فيها صلصه وبيض وجبن وكده. بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وجربوا الوصفات دي كده، فطار مختلف كده لذيذ. جربوه كده وبقولوا لي رايكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، واستنوني فيديوهات جديده. باي باي.